السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم متابعين الطيبين؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وعافية. اليوم راح أسوي وياكم حميسة كلش طيبة ولذيذة وما تكلف أبد. هسه بالمطبخ عندك كل المواد: بصل وثوم، فلفل بارد، قشر الليمون، طماطة وخاشوقة معجون. وعندنا الوجبة الرئيسية اللي هو الصوصج، أو المكون الرئيسي هو الصوصج. شفت ايش قد سهل المواد وكلها موجودة عندك بالثلاجة، بس الصوصج روح اشتري وتعال سوي أحلى عشاء للعائلة. كلش طيب بنات، أنصحكم تجربون هاي الحميسة. بالبداية راح أخلي الزيت بس يحمي، راح أخلي البصل والثوم. طبعا البصل أنا استخدمت راس بصل صغير، يعني كلش صغير، والثوم فصين ثوم قطعتهم شرائح. وراح أبدي أحمسها شوية بس تشوفون البصل يذبل أو خليه وياخذ لون شوية، وبعدين نضيف الصوصج. بس ديروا بالكم لا يحترق، ودائما قلبوا بالبصل. ليش؟ لأن ضفنا الثوم، والثوم ترى بسرعة ياخذ لون وبسرعة طعمه يتغير، فظلوا قلبوا بيه على مود ما يحترق. هنا هذا الصوصج قطعته شرائح وراح أضيفه على البصل، وراح أقلبه شوية لحد ما ياخذ نكهة البصل وياخذ لون بسيط. وبعدين راح أضيف البهارات. طبعا البهارات هو راح أضيف الملح أكيد، وراح أضيف البابريكا الخشنة لأن أنا ما عندي ناعمة. إذا عندكم البابريكا الناعمة ضيفوا بعد أحلى وأطيب. وراح أضيف شوية فلفل أحمر مطحون. طبعا خلوا تقريبا، أنا خليت ربع خاشوقة. هسه راح تشوفون هنا ضفت البابريكا وضفت الملح وهذا الفلفل الأحمر المطحون، ضفت تقريبا شفتوا ربع الخاشوقة. ديروا بالكم لأن هذا كلش حرارته قوية، أقوى من الفلفل الأسود، بس بنكهة مميزة يعني كلش لذيذة، وريحته كلش حلو. بالحمص تطلع ريحته مو طبيعية. راح أحمسهم شوية ويا البهارات، خلي البهارات هيك تطلع ريحتها. وبعدين راح أضيف الفلفل البارد وراح أضيف قشر الليمون. انتو تعودتوا علي أنا بكل حميسة أضيف قشر الليمون بنات. هذا الكائن العجيب أو المخلوق العجيب سبحان الله، بيه ريحة عطرية مو طبيعية تغير من نكهة الأكل 100%. هاي شنو صار شعر يلا شوفوا من قد ما طيب. راح أترك الفلفل البارد شوي يذبل، انطوه مجال، لا تضيفون عليه الطماطة لحد ما تشوفونه يذبل. يعني قلبوه مرتين ثلاثة، وبعدين راح نضيف عليه الطماطة. راح أضيف أنا هاي الطماطيتين صغيرونات، أنا ما كثرت. فورتهم بالماء الحار وقشرتهم، وراح أضيف فوقاهم معجون خاشوقتين تقريبا، مو ترس. بعد بنات هاي عندكم ميزانكم. ما أقدر أنطيكم قياسات محددة، انتو تفننوا بالطبخ. هو الطبخ فن. ليش يقولك يعني اكو ناس ما تحب نكهة الفلفل البارد يقللون من عنده، اكو ناس لا تحب نكهة الفلفل فيكثرون من عنده، فكلش عادي. ما تحبون الثوم شيلوا الثوم، تحبون ثوم اكثر زيدوا ثوم اكثر. يعني هاي هو الطبخ اذواق ترى. انا اليوم اولادي ما يحبون الثوم، خلاص ما اضيف لهم ثوم. ليش اسوي بعدين ما ياكلونه؟ خطية وحرامات، احرمهم من الاكل. فيعني هو كل من وذوقه وشنو يحب ياكل. بس يعني انا حبيت انطيكم هاي الطريقة، واتمنى انه تجربونها فعلا. النكهة والطعم كلش طيب، واللي ما ياكل خلي ياكلها وخلي يجربها وخلي يشوف، وان شاء الله راح تدعولي. شوفوا انتهت، بس هاي وكل سهلة وسريعة وما اخذت من عندنا وقت ومجهود، ولذيذة بنفس الوقت. بنات خليت بيها شرائح الليمون قبل لا اطفى عليها بشوية، لان انا احب الليمون ونكهته. بس شلت النوى من عنده لان النوى يمرمر، ديروا بالكم. هنا خليتها شوي ملح لان ما اصفى. اتمنى هذا الفيديو عجبكم واستفاديتوا منه ولو بجزء بسيط بس. هذا هنا خليت الليمون اخر شي، مثل ما قلت لكم احب الليمون، وبس طلعت النوى من عنده. وهاي انتهت حميستنا وصارت جاهزة.
وأتمنى تعجبكم إن شاء الله. وهذا الفيديو عجبكم، إذا عجبكم صعدوا خلوا لايك، اللي ما مخلي لايك هسه يصعد يخلي لايك قبل لا ينتهي الفيديو، وسووا له مشاركة بين الأهل والأصدقاء، وإن شاء الله راح يعجب الجميع. وأترككم في رعاية الله وحفظه، مع ألف ألف سلامة. باي باي. راح أسوي وياكم وصفة سريعة وطيبة بنفس الوقت، وجبة عشاء. يعني تعرفون وجبة العشاء مرات تكون يعني واحد يمل شنو يسوي ويحتار، فهاي وصفة سريعة وكلش طيبة. راح أبدأ وياكم بالمقادير. هنا عندي خاشوقة خميرة وخاشوقة شكر، وخليت عليهم ماي دافي، وهيك راح أخلطهم سوا، وراح أخليها لحد ما تتفاعل عندي الخميرة، وراح أخليها على صفحة وأغطيها لحد ما تتفاعل. هنا تفاعلت عندي الخميرة مثل ما تشوفون انتفخت. راح أخليها على الطحين. طحين عندي 4 أكوابة، وعندي ربع كوب زيت، وهنا عندي بيضتين. أنا راح أستخدم بيضة واحدة، وراح أخلي هنا ماي نفس الجلاس اللي سويت بيه الخميرة. راح أخلي جلاس ماي يمي وأشوف إذا أحتاج بالعجن. أنا خليت تقريبا جلاس ماي ويا الخميرة، بس راح أشوف إيش قد أحتاج بعد. طبعا هنا أنا من عجنتها خليت هذا نص الجلاس، ما استعملته كله، يعني صار جلاس ونص. هنا انطيتها رشة ملح، نسيت ما خليت لها بالبداية رشة ملح، وعجنتها. بنات راح أعجنها على مرتين، يعني أعجنها باعوا من تمت العجينة عندي راح أتركها ترتاح 5 دقايق أو 10 دقايق، وبعدين راح أرجع أعجنها. عجنة ثانية على مود يصير ملمسها ناعم وتنعجن بصورة صحيحة. هسه مثل ما تشوفون شكلها يعني مزرفة، والعجينة أبد ما معجونة عدل. فراح اتركها 10 دقايق وارجع اعجنها، راح تصير شكلها ملسة يعني وناعمة، وتنعجن بصورة صحيحة. هنا بين ما عفتها ترتاح قليت عندي باكيتين صوصج وحضرتهم. هنا طبعا هاي بعد ما قلبتها وعجنتها العجنة الثانية، شوفوا شلون صارت ناعمة وملسة وانعجنت بصورة صحيحة. هسه هي اختمرت عندي، بس راح اتركها شوية بعد واقرصها او اشنقها او ارويها. هسه انا او اشنقها، شنقتها بهاي الطريقة. طبعا صارت خير من الله. وهاي طبعا الفطاير بنات تقدرون تحشونها جبن وزيتون، تخلطون مثلا اي جبن عندكم بالثلاجة تخلطون وياه نعناع وزيتون وتعجنوهن سوا وتحشون بهن الفطاير. تردون مثلا تحشون لحم، تحشون صوصج بوتيتا، يعني اللي يعجبكم. هنا بهاي القطاعات وسويت هذا الشكل، يعني هي بيها شلون الخطوط تسوي بيها، يعني تقطع العجينة. واذا ما عندكم بالسكين مثلا قصصون، انا بعدين راح اسوي قدامكم بالسكين وراح تشوفون، بس هو كشكل يعني كمنظر مو اكثر. وهاي بعد ما لفيت وكملت الصينية راح اغطيها بكيس نايلون على مود لا تنشف العجين، وراح اتركها ترتاح او تتخمر مرة ثانية قبل لا تدخل الفرن. بهاي اللحظة فتحت الفرن، انا شغلته على درجة حرارة كلش عالية على مود يحمي قبل لا ادخل الصينية. هذا يوسف.
بناتي هنا بعد ما دخلتها الفرن، شوفوا انا ما مسحت وجهها لا بيض ولا صفار بيض ولا اي شيء، دخلتها مثل ما هي للفرن، يعني ما لمعت وجهها. تقدرون تخلولها، او هنا بعد ما تستوي مسحوها بزيت زيتون، يعني تعطي لمعة وبس. انتوا تقدرون تخلولها مثلا صفار بيض قبل لا تدخلون لها للفرن، فكلش عالي يعني على مود اللمعة. انا بصراحة لا، ما حبيت اخلي لها شي، حبيتها تبقى هيك مثل ما هي. العجينة كلش منتفخة وهالشي خلوها تتخمر مرتين، مرة بداية العجين ومرة ثانية ورا ما نخلص اللف تتخمر وهي بالصينية قبل لا تدخل للفرن. شوفوا العجينة كلش كأنما صمون، يعني هيك بطنها شلون الغيم. وهاي وصفتنا لهذا اليوم، اتمنى تعجبكم وكلش سريعة وحلوة. بنات جربوها اذا انتم متعاجزين وما بيكم حيل توقفون تحمسون او تقلون على الطباخ، فهذه كلش سهلة. تعجنون العجينة وتتركونها تتخمر وبعدين تحشونها بالحشوة اللي تعجبكم واللي موجودة عندكم وتدخلونها الفرن وكل شي انتهى. لا تقلون ولا تحمسون ولا حارة الدنيا، وما تاخذ من عندنا يعني لا وقت ولا مجهود. اتمنى تعجبكم مثل ما عجبتنا، وهاي تاكلونها ويا الشاي ويا عصير ويا بيبسي، وسهمكم العافية ان شاء الله يا ربي. هذا الفيديو نال على اعجابكم ورضاكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع الف الف سلامة. باي باي.